السلام عليكم متابعينا الكرام. حرق القرآن الكريم في السويد أمام السفارة التركية يثير غضبا واسعا في الوطن العربي. أطول عليكم شاهد الرد المزلزل من الشيخ عثمان الخميس على اليمين الذي قام بإحراق المصحف أمام السفارة التركية. مقدمة بين يدي هذا الدرس بكلمة حفظكم الله تبارك وتعالى عما سمعنا به بالأمس من قيام أحد المنحرفين الضالين الأنجاس الكلاب الحقيرين بحرق المصحف الكريم في السويد عند السفارة التركية لإغضاب المسلمين. فنقول نعم وصلت إلى ما أردت وغضبنا، ولكن أردنا أن نعلم أن هذا الأمر لا يهمنا كثيرا ما يقولون إن الحكومة هناك أو القوانين هناك لا تمنع. ما همتنا حكومتهم ولا همتنا قوانينهم، يكفينا أن الله يمنع سبحانه وتعالى. ولذلك نذكر فقط بقول الله تبارك وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فعلينا أن نتذكر دائما بغض هؤلاء في الله تبارك وتعالى. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وأي محادة أعظم من إحراق كتاب الله تبارك وتعالى؟ فنقول لهذا النجس القدر الذي قام بإحراق كتاب الله تبارك وتعالى: شلت يدك. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله من حطيم جهنم، اللهم آمين. وهذا الكلب الذي قام بهذا الفعل وكل من رضي بفعله من حكومتهم أو من أفراد شعبهم، كل من رضي بهذا فهو كلب عندنا لا يسوى نعالا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا فيهم عجائب قدرته سبحانه وتعالى. ونقول: ما ضر السحاب نبح الكلاب. إذا عجبك المقطع لا تنسى الاشتراك في القناة ومشاركة الفيديو.